صباح ومساء الخير للجميع. أهلا بكن وأهلا بكم في قناة ثقافات ميديا الجزائر. اليوم أقدم لكم رحلة في ذاكرة الجزائر والمغرب الكبير عبر شخصية فريدة، كثيرا ما يختزل اسمها في نشيد قسما، النشيد الوطني الجزائري، بينما الحقيقة أن أعماله ومسيرته الفكرية والسياسية تتجاوز بكثير هذا الاعتراف الرسمي. مفدي زكريا لم يكن مجرد شاعر كتب نشيدا للثورة، بل كان مفكرا رؤيويا مناضلا من أجل الاستقلال، مدافعا عن حقوق الإنسان وصوتا للحرية حتى بعد الاستقلال. كل بيت شعري عنده كان فعل مقاومة، وكل قصيدة كانت صرخة من أجل الكرامة والهوية، ليس فقط للجزائر بل لشمال أفريقيا بأكمله. إذا كان اسم مفدي زكريا يرتبط بشكل دائم بنشيد قسما، فإن أعماله تتجاوز بكثير، كما قلت قبل حين. هذا الاعتراف مسيرته هي مسيرة رجل أدب ملتزم ويحب وطنه. ولد في بني يزقن بالمزاب، ونشأ منذ صغره في ثقافة علمية غنية بالمخطوطات والمكتبات. بعد دراسة أولية في الفقه والنحو بعنابة، تابع دراسته في جامع الزيتونة بتونس، حيث تعزز التزامه الوطني. هناك ارتبط بأبي القاسم الشابي ورمضان حمود، وأسس معهما جمعية أدبية باسم الوفاق، التي بين 1925 و 1930 أصبحت فضاء للتفكير والنضال الفكري من أجل التحرير المغاربي. التحق لاحقا بنجم شمال أفريقيا إتوال نور أفريكان، ونضل ضد الاستيعاب الثقافي والهيمنة الاستعمارية. قلمه صار سلاحا، وكل قصيدة إعلان حرب على المحتل. يقول: أقسم بوحدانية الله إنني أؤمن بوحدة شمال أفريقيا، وسأعمل مدام في قلبي ينبض ودم يجري ونفس يلازمني. دفع ثمن التزامه غاليا، إذ عرف 5 اعتقالات بين 1937 و 1959، وتعرض للتعذيب والقسوة في السجون. أول اعتقال كان في 22 أوت 1937 مع مصل الحاج وقادة حزب الشعب الجزائري بي، ولم يفرج عنه إلا في 1939. ثم تلتها اعتقالات أخرى في 1940، وبعد مجازر 8 ماي 1945، وأخيرا في 1955 حين التحق بجبهة التحرير الوطني وسجن في سجن بربروس الرهيب. لكن السجن لم يطفئ صوته، بل زاد من حدة صرخته، فكتب أشعاره على الجدران وجعل من الشعر مقاومة أخيرة. أشهر أعماله قسما، الذي طلب منه عبد رمضان كتابته،
سنة 1955 ليكون صوت الثورة. لحنه التونسي الموسيقي التونسي محمد تريكي، ثم أعاد صياغته الموسيقية الموسيقار المصري والملحن محمد فوزي، وسجل في تونس سنة 1957. لكن قسما لم يكن عمله الوحيد، فقد كتب أيضا وسجل فداء الجزائر وأشعارا ثورية أخرى رافقت سنوات النضال. كانت قصيدته صرخة مقاومة مكتوبة توازي صوت السلاح وأحلام المقهورين في زمن كانت فيه النزاعات الوطنية تأخذ طابعا جزائريا صرفا. إذن كانت آنذاك النزاعات الوطنية تأخذ طابعا جزائريا صرفا. دافع مفدي زكريا عن هاوية مغربية واسعة، رفض الحدود بين شعوب المغرب الكبير، ودعا إلى وحدة شمال أفريقيا. في المؤتمر الرابع لاتحاد الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا سنة 1931 أعلن بوضوح رؤيته: وطني هو شمال أفريقيا، أرض مجيدة وهوية مقدسة وتاريخ عظيم ولغة كريمة وأمازيغية نبيلة. كما رفض الانقسامات بين الجزائريين والمغاربة والتونسيين وبين المذاهب والطبقات، قائلا: كلهم إخوتي، أحترمهم وأدافع عنهم ما داموا يعملون لقضية الله والوطن، وإذا خالفت هذا المبدأ سأعتبر نفسي أكبر خاين لدينه ولوطنه. بعد استقلال الجزائر سنة 1962 أصيب بخيبة أمل عميقة بسبب صراعات السلطة والخلافات السياسية. انسحب من الساحة الوطنية وقرر التفرغ للأدب. اختار حياة متواضعة، عمل ممثلا تجاريا لشركة بلجيكية للعطور، مبتعدا عن صخب السياسة. ومع ذلك وصل الكتابة النار المقدسة في ظل الزيتون تحت وحي الأطلس إليادة الجزائر. قبل وفاته سنة 1977 بدأ يمحى تدريجيا من الذاكرة الوطنية. مساهمته كبيرة في الثقافة الجزائرية والمغاربية، تم تهميشها رغم أنه جسد جوهر الوطنية والنضال الثقافي. واليوم من الضروري جمع أعماله غير المنشورة، ومنها أنوار على وادي مزاب، الكتاب الأبيض، تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، الثورة الكبرى، ومسرحيات كثيرة. إعادة الاعتبار لمفدي زكريا تعني إعادة مكانة أحد أعظم شعراء ومفكري الجزائر، الرجل الذي حمل روح المغرب الكبير وكتب نضاله على جدران السجون وفي قلوب المقاومين. شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة عن مفدي زكريا. إذا أعجبكم هذا العرض لا تنسوا الاشتراك في القناة، مشاركة الفيديو، وترك تعليقاتكم. معا سنواصل استكشاف الذاكرة والأفكار والخيالات التي تصنع عالمنا وتغذي ثقافتنا الوطنية الوحيدة والموحدة، ثقافتنا الموحدة بتعدد أنوارها وبتعدد
نزعاتها وبكل قوة شعبنا. إلى اللقاء قريبا صديقاتي، أصدقائي.